طبعًا عندنا مرضى هواية يروح للمختبر يسوي تحليل مثلًا مال فقر الدم، قالوا له عندك فقر دم قبل أخذ مقويات، هاي المعلومة غلط. فقر الدم المريض لازم يعرف أنواع وكل نوع إله سبب. مثلًا طلع عنده فقر دم الهيموجلوبين قليل، المفروض يسوي مخزون الحديد، إذا مخزون الحديد قليل معناته عنده نقص حديد، وإذا عنده نقص حديد مو معناته ياخذ حديد، لأ، لازم نعرف السبب. هل هو قلة أكل مثلًا بس فقط نباتي، أو مثلًا عنده نزف بالجهاز الهضمي أو نزف من أي مكان، تقرح، بواسير، أو نزف دورة شهرية قوية، أو مرض حساسية الحنطة أيضًا يسبب نقص الحديد، أو طفيليات معينة بالأمعاء ممكن تسبب نقص الحديد، فلذلك السبب لازم يتعالج قبل أن يأخذ المريض العلاج. وطبعًا العلاج هو أكثر شيء مثلًا نقص الحديد، ننطيه حديد، والحديد على شكل أنواع حبوب ممكن تكون إبر أو غيرها. الدم مكوناته الأساسية هو الB12 فوليك أسيد والحديد. أما نقص الB12 أو الفوليك أسيد طبعًا أيضًا يسبب فقر دم، لكن أسبابه أيضًا لازم نعرفها، بس الحديد بهالحالة راح يكون ممكن يكون طبيعي، يعني مخزون الحديد لأن يصير تكسر داخل نخاع العظم، فلذلك الحديد ممكن يكون طبيعي أو حتى عالي، ويأثر أيضًا على كريات الدم البيض الصفائح الدموية أيضًا تقل. بنقص الB12 والفوليك، وأيضًا السبب لازم يكون معروف ويتعالج. أما إذا عنده فقر دم مخزون الحديد عالي معناته هذا ممكن يكون عنده تكسر، التكسر ما ننطيه لأنه عنده زيادة بالحديد، فلازم نعرف نوع التكسر. ممكن يكون فقر دم بحر الأبيض المتوسط، ممكن يكون عنده تكسر مال باقلة، ممكن التكسر المنجلي وأسباب أخرى للتكسر، ممكن يكون عنده مرض مناعي، فهذا المريض لازم يفحص الطبيب حتى يعرف شنو نوع سبب فقر الدم. ممكن يكون لوكيميا، مرض سرطان لا سمح الله بالدم، أيضا يسبب فقر دم، فلازم طبيب خاص يفحصه حتى نعرف شنو سبب فقر الدم، وما يصير المريض ياخذ كيفه أدوية عشوائية، والله عندي فقر دم ويعالج نفسه. فهذه أهم النقاط اللي حبيت أحكيها عن فقر الدم.